السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اللعبه معاكم وكلتوا كحك وبسكوت، بس انا الحمد لله السنه دي مش في الكمين ملطوط ولا حاجه. اللعبه معايا زيكم بالظبط، ست الكل معوضاني بقى السنه دي، فاهم؟ كحك وبسكوت وبوتيفور، وفاهم زدت بتاع 5 كيلو والثلاث ايام بتوع العيد. طبعا هي منزله كل الحاجات دي عندها في القناه بتاعتها لو انت لسه ما اشتركتش عندها يعني. قبل ما نخش في الفيديو بس يا جماعه عايز اعرفكم ان انا ظبطت موضوع الانتساب، عملته 3 مستويات، وهو صاحبي واخويا وشيء الشقايق، وكل مستوى فيه مميزات جامده جدا يعني مظبطكم. فاللي حابب يدعم القناه يا ريت يشترك يعني. المهم يا صديقي، انت لما بتروح تحلق بتاخد ال 50 جنيه بتاعتك وتنزل حلاق اللي تحت البيت تقول له احلق لي حلاقه حلوه، فاهم؟ بيعمل لك بقى فوطه سخنه ويركب لك ماسك، يركب لك يحط لك ماسك وجل وحمام كريم وبيروق عليك يعني. بس اللي انت ما تعرفوش واللي انا برضو ما كنتش اعرفه بس عرفته فجاي اوريهولك، وهو ان الحلاق بيعمل حاجات اكتر بكتير من اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه. انا شفت حاجات غريبه جدا يا جماعه يعني، تعال اوريكم. بس قبل ما نروح بس استاذنك انك تعمل لايك علشان عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه اول مره تشوفني، فانا يوسف هاني او جو، شاب عادي وعاصي ولكن بحاول استغل الكوميديا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو انت مهتم اعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 20000 مشترك في اقرب وقت. وصلوا على سيد الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتنا، ويلا بينا نبدا الفيديو. اقسم بدين الله 20 سنه 21 سنه بنموت. اعرفك بنفسي انا علاج افريقي بموت. اتفرج يا صاحبي. انت فعلا بتموت بس من الضحك يعني. ايه ده يعني؟ من قله الاستايلات عامل ستايل البقره الحلوب بجد والله. ما هو حاجه من الثلاثه، هو انت عامل ستايل حاجه من الثلاثه، يا البقره يا الحمار الوحشي يا الكلب المنقط. ما هي الحلقه دي ما تخرجش بره الثلاثه دول. انا نفسي اعرف اقنعت الراجل الغلبان ده ازاي انك تعمل له حاجه زي كده يعني. زله ايه اللي انت ماسكها عليه يخليك تعمل فيه كده؟ السلام عليكم يا جدعان، الراجل ده جاي لي من السعوديه علشان خاطر انا هسيبه هو اللي يتكلم ويقول لكم الراجل ده جاي ليه. ابو علي الكبير، انا بدي اعمل نيلوك عشان في ناس كتير حكولي ان هذا الشعر ما ينفع يتلف. هي السعوديه اشترت الشرقيه ولا ايه يا جماعه؟ الشرقيه بقت تبع السعوديه ولا انتوا بلدكم يعني مسمينها السعوديه؟ زي مثلا ميدان لبنان او اسكندريه الجديده في دمياط. تلاقي واحد جاي يقول لك ايه، انا عندي فرح بس في اسكندريه الجديده ساعه زمن وجاي، فتقول له يا عم ساعه زمن ايه ده؟ فرق بيننا وبين اسكندريه 3 ساعات ونص، فانت رايح بطياره يعني ولا ايه؟ يقول لك يا عم وانا ايه اللي يوديني اسكندريه؟ انا رايح اسكندريه الجديده. فعرفت بقى ان اسكندريه الجديده دي بلد على طريق فرسكور يعني، مالهاش علاقه باسكندريه العاديه خالص. او القشره، بدي تشوف حل. وانا هوريكم عشان الشعر الناعم ده ما بيتلفش. طريقه بسيطه وسهله، طريقه بسيطه وسهله بتلف الشعرايه في اقل من 5 دقايق. بتعامل مع دماغ الولا على انها حله تفاح. يا عم البتاع اللي في ايدك ده مرسوم عليه حلل واطباق وحاجات من دي، انت بتحط على دماغه، وعشان يعني الراجل جاي من السعوديه يعني ما هوش عارف حاجه فهتشتغله شويه بريل يا باشا زي ما انت شايف كده، وبينضف القشره كمان اهو. ارقع البريل على الشعر كله للشعر الناعم عشان الناس بتهري، وهوريكم. ايوه الناس هي اللي بتهري. الناس هي اللي بتهري. ايوه حط شويه بريل شويه رابسو عشان يحرق له دماغه بالمره. لو عايز تلون شعرك بالمره فاهم، شويه زهره زرقاء شويه زهره بيضه، فاهم؟ هيظبط الدنيا. انت بضع من عند بتاع المنظفات وعبى على دماغك بعد ما الفيديو يخلص ارقع كده وبينضف القشره كمان. انت قلت لي انت جاي منين يابا؟ من سوريا وبدي كنت اروح السعوديه، انا مولود من السعوديه. هي السعوديه ولاده فعلا يعني ولكن انا مولود من السعوديه وانا من سوريا وبدي اروح عايز ايه يا عم؟ يا عم انت عايز ايه؟ ارض الطاهره، اجدع ناس يا واجدع ناس في الدنيا كلها. واحنا يا باشا هنشرف لك من مصر، هنشرف لك ارض السعوديه وارض سوريا كمان. ابو علي الكبير. الله يا حبيب قلب ابو حسين. انا خادمكم الصغير، انت عندك نكش في شخصيتك. انا مش عارف ايه ده يا جدعان. انا قاعد بشوف واحد بيحط بريل مواعين على دماغ واحد تاني، هو محدش عارف هو منين يعني، هو لا من السعوديه ولا من سوريا ولا حتى من مصر يعني. اللهجه دي ما تفهمش لهجه ايه. انا هوريكم يا جدعان الفرق بعد ما الراجل يغسل شعره. الشعرايه الناعمه دي هتلف ازاي. خلصانه بالشكا؟ انا بدي اشكرك. خلصانه بالشكا؟ خلصانه. ايه ده الفيديو خلص؟ فين يا ابني النتيجه يا ابني؟ فين يا ابني؟ يعني حتى في دي نصابين يعني، انتوا نصابين في كل حاجه. طب ازدقوا في دي يعني. حتى في النتيجه نصابين. طبعا يا جماعه بريل مقاطعه، بريل مش معانا عشان الناس اللي ما تعرفش. بصوا يا جدعان، الوقت الراجل دوت شعره قصير، عشان تطلع شعرك بقى ناعم ومتين وما يسقطش. لو انت حالق شعرك وعشان كان بيسقط، بص بقى تعمل الحاجات دي بالظبط، شعرك هيطلع ناعم ومتين ومش هيسقط تاني. بص الحاجات دي اول حاجه وده الاهم اهي، بالبيض. بصوا البيض اهو، تدي شعرك كله بالفرو اهو بيض. قرب كده على البيض، قرب على الدماغ، وتفضل تدعك في الدماغ كلها بالبيض. لازم الفرو كلها تعمل. ارجع كده سيكه، وبعد كده بص الكاتشب عليك، وبعد الكاتشب المايونيز.
وشويه جبنه موتزاريلا على الوش، ويخش الفرن ياخد تان تحميره خفيفه كده، هيطلع معاك خطير. ده بقى تاكله مع شويه شعر كيرلي بقى بطعم الخضار، يا سلام هيبقى جبار. محدش ينسى الحاجات ديت، المقادير دي بالظبط اهو. تدعك يا معلم. دوت بيعمل ايه بقى؟ بيساعد الفروه نفسها على انها تبقى متينه وشعرها تطلع ناشفه كده ومتينه. ها اخر مرحله معانا اهو السكر. مش كلت نبلع بقى يعني. انا الفيديو ده يموتني يا جدعان، انا مش عارف اللي انا بشوفه ده والله. انا نفسي اعرف بس بيقنعوهم ازاي بالكلام ده والله. طب الفيديو الاولاني خالص كان ملون له شعره بس، لكن ده جاي ياكل دماغه حرفيا. يعني لو انت من اكلي لحوم البشر وبتدور على احسن وصفه لطبخ دماغ الانسان، فالفيديو ده ليك. طب عندك اغنيه قوم بالليل لا قوم بالصبح؟ لا. قوم بالليل لا قوم بالصبح، انا قوم بالليل لا قوم بالصبح. انت لا تقوم بالليل ولا تقوم بالصبح، انت ما تقومش خالص، انت ما تقومش غير لما يرجع لك دماغك دماغ انسان طبيعي. لان انا مش عارف ايه القرف ده بقى، يعني ايه ده يا جماعه؟ العيال دي بتشوف السكنات بتاعت فورتنايت وبابجي، يقوم رايح جاري على الحلاق يقول له انا عايزك تعمل لي التسريحه دي. ده العيال بتاعت الانمي اللي هي بتروح الايفنتات والكلام ده، مش عارف اسمهم ايه، اللي بيبقوا لابسين زي الشخصيه بتاعت الانمي دي، ما بيعملوش كده، بيلبسوا بواريك، ما بقاش فيها القرف ده. لا يجي على السكه هتعمل ايه؟ هتخطب صدقوا تؤمنوا بالله، انتوا عايزين تروحوا كوريا الشماليه، الحلاقين بالعلي اللي بيحلقوا عندهم كيم جونج اون هيبهدلكم. يعني حلقه زي دي بالنسبه لرئيس كوريا الشماليه اعدام، خلصت. هو بمجرد بس ما يشوف ايه تسريحه الطاووس اللي انت عاملها له دي، هيقوم قايل لك ايه جامو يا سويانج على طول فورا، ما عندوش هو بقى هزار في الكلام ده. 이게 뭐야, 서형. هناك عندهم 8-9 حلقات حج، عملت حاجه غيرهم حبس، ما عندهمش هم هزار. فانتوا اصول تترحلوا على هناك علشان نترحم من الاذى البصري اللي احنا بنشوفه ده. يا حبيبي يا احلامي شقة واوصل باسم المكان مرتفع، وكتر انتقادكم خلانا ندفع. انا لسه اشوف رد فعل ابويا يا جماعه والله. مفيش فيديو رد فعل ابوه بعد ما شاف الحلقه دي. انا ابويا كان يديني ال5 جنيه ويقول لي قول للحلاق يخف لك. كنت ساعات بقول للحلاق ايه يعني ما تخفش قوي من فوق وبتاع، فكان يسيب لي حبه فوق، فاقوم طالع وابويا يقول لي ايه اللي انت عامله ده يا حبيبي، انزل خليه يسوي لك دماغك كلها ببعض. يا جماعه انا مره وليد اخويا مره وليد اخويا نزل يحلق، خف الجناب وساب من فوق، فطلع البيت امه قالت له انزل خليه يخف لك شعرك عشان ما مدش ايد عليك واضربك. قال لا لا اتحرج اروح له تاني وبتاع، قامت جايبه المقص وماسكاه من قفاه مدخلاه الحمام. والله العظيم يا جدعان وقت منقره له دماغه بالمقص. تشوف شكل دماغه بقى وهي مرقعه تموت على نفسك من الضحك. خرج بص لنفسه في المرايه قال لك لا انا مش هينفع اعيش كده، وقام نازل جري على الحلاق، قام جايب له دماغه زلبطه عشان يعرف طبعا يساوي الشعر. فيعني انا لو كنت مروح لابويا بالمنظر اللي الواد ده فيه ده كده، ابويا كان زمانه اتبرى مني. لا ما فيش مقارنة، احنا ملوك في كرنا، في الشياكة يا ابني احنا بس ما في غيرنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ناس يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ وقفت بينا وبوظت علاقة حبنا. يا عم انت فنان ومعلم وجامد فاهم، بس انت عايز سكتش يعني. اللي انت بتعمله ده عايز ورقه، عايز كراسه والوان، واخد بالك، مش دماغ بني ادم يعني. انا مش عارف العيال دي بتمشي كده ازاي في الشارع. بصوا يا جدعان الراجل السعودي جه تاني اهو، وهنشوف هنعمل له ايه المره دي. يا هلا بيك يا هلا بيك يا هلا بيك. بأهل مصر، يا هلا بأهل مصر. ايه اخبارك؟ الحمد لله بخير. شو هذا؟ يا ابني انت اللي شو هذا يا ابني، انت ما اتفرجتش على حاجه مدبلجه ابدا؟ ما شفتش فيديو على اليوتيوب لواحد سعودي؟ ما شفتش ماتش الفارس عوض بيعلق عليه مثلا؟ السلام عليكم يا جدعان. الراجل دوت السعودي دوت شعره من كتر الصبغه عايزين نخليه ماسك نفسه كده وبتاع. تقول لهم حاجه يا باشا ولا؟ لا بعدين مش قادر اتكلم من بعدك. خلصانه بشياكه. بصوا بقى يا جدعان علشان الشعرايه ترجع متينه زي الاول اهو. ارقع كيس فانيليا. كيس فانيليا طبعا عشان الشعر يبقى ريحته جميله، وعشان برضه ينفش معانا، واخد بالك. وبرضه يستحب يعني تحط شويه بيكنج باودر ورشه خميره، هيفرقوا معاك في الطعم جدا يعني. كيس كاتشب كبير. وهنسيبهم على الشعر لمده ربع ساعه. ربع ساعه على الشعرايه لحد ما تمتص الفروه
كل حاجه. ايوه طبعا، اهم حاجه تسيبها تخمر وترتاح، واهم حاجه تغطيها الراس يعني عشان ما يدخلهاش هوا، عشان ما حدش يفهمني غلط. انا بقى مش هقول لكم علشان الناس كلها بتفضل تفتي وتفضل تقول لي انت بتفتي وبتحور وبتعمل حاجات كده. انا هخليكم انتوا تشوفوا الفرق عامل ازاي اهو. بصوا اهو سيجنال اهو. انا مش هقول لكم ده بيعمل ايه عشان انتوا نفسكم هتشوفوا الفرق. يا عم والله احنا عارفين هو بيعمل ايه، والشركه اللي بتصنعه عارفه هو بيعمل ايه، والراجل اللي بيبيعه عارف برضه هو بيعمل ايه. انت اللي مش عارف، يعني انت بتستخدم الحاجه في غير مكانها. اه وهنسال الراجل اهو. انت يا باشا ايه رايك؟ يا باشا انا عملت كذا مره، شعري بيبقى حرير وناعم. الواد بيتكلم تحت تهديد، ممسوك عليه صور، ممسوك عليه سيديهات، حاجه كده يعني. ما هو مفيش تفسير تاني، مفيش يعني مفيش تفسير ان العيال دي توافق يحصل فيهم كده غير لما يكون ماسك عليهم حاجه. وده اللي احسن من الاول. وشاهد من اهلي اهو. احنا يا جدعان ما بنهريش، انا بديكم المفيد ومش عايز حد يخش يقول لي انت بتهبط وما بتهبطش اهو. الراجل اهو بنفسه بيتعمله، ده مش عيل صغير اهو. وانتوا اللي هتشوفوا الفرق بنفسكم. وخلصنا بالشياكه وخليكم معايا، وعايز الفيديو ده يطير في كل حته تتخيلوها. خلصنا بالشياكه. المشكله ان هو ما جابش ولا نتيجه في اي فيديو من اللي احنا جبناهم النهارده، ما جابش ولا نتيجه، يعني مبتز ونصاب وكذاب كمان. ده انت مش طبيعي يا ابني. بص يا جدعان الشكل، بص الشكل. انا بقول لكم بكلمكم كده علشان الموضوع مش استشوار. بص التدريجه دي اسمها تدريجه بالموس خالص ابيض. دي اسمها تدريجه القزع يا صاحبي، يعني فاهم. اخيرا وصلنا للحته اللي انا عامل عشانها الفيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مبدئيا بس معنى كلمه القزع ايه؟ هو كل شيء يكون متفرقا عن بعضه، يعني حاجات متفرقه عن بعض، زي مثلا السحاب. فالقزع هو حلق بعض الراس وترك بعضه. طيب يا عم يوسف، هو القزع بقى حرام ولا مكروه؟ علشان احنا ما بقيناش فاهمين. لازم بس تبقى عارف ايه الفرق ما بين الحرام وما بين المكروه. الحرام حاجه انت بتعملها بتاخد عليها ذنوب، يعني مثلا بتسرق، بتفضل تبص على البنات وانت ماشي في الشارع، ما انتش محجبه، بتكلمي شباب كده، يعني ده ايه، حاجات حرام بتاخد عليها ذنوب. اما المكروه حاجات انت ما بتاخدش عليها ذنوب، تمام، ولكنها حاجات مكروهه، حاجات منهي عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تعملهاش. تمام كده، فهمت الفرق ما بين الاثنين. القزع بقى ليه وجهين، وجه حرام ووجه مكروه. الحرام انك بتشوف واحد كافر مش مسلم عامل قصه معينه، فانت بتروح تقلده وتعملها. شفت المغني ده مثلا عامل قصه، شفت الفنان ده عامل قصه، الممثل ده عامل قصه، فانت ايه، عجبتك القصه فتروح ايه تقلدها. حتى لو واحد مش مشهور، يعني واحد عادي كده انت بتقلب على الانستجرام مثلا فشفته فحلقته عجبتك فقلت تقلدها، برضه حرام. طب يا عم جون، انا ما بقلدش حد، ده انا بحلق حلقه عاديه بس بدرج الجناب، بخليها على الزيرو وبستشور شعري كده وبسيبه ايه وبظبطه، يعني ما بقلدش حد. هقول لك يا معلم، ما هو ده بقى المكروه اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو شاف غلام حالق ايه شعره من الجناب وسايب شعره من فوق، فقال له احلقه كله او اتركه كله. طيب يا عم جو، يعني انت بتقول دي حاجه مكروهه، يعني مش هناخد عليها ذنوب، فاحنا ممكن نعملها عادي. هقول لك لا، لازم تبقى واخد بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، امرك انك ما تحلقش الحلقه دي، واحنا كمسلمين لازم نتبع اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال في كتابه الكريم: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ده امر كمان من ربنا، قال لك وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني قال لك ما تعملش خلصت. فالحاجه المكروهه مش حاجه عاديه، المكروه ده انت كانك بتعمل حاجه حرام بس ما بتاخدش عليها ذنب، فاهم؟ اللي هو انت لسه لك سنه وتبقى حرام. يا معلم احنا عايزين ربنا يرضى عننا، مش عايزين نبقى واقفين على حافه الحرام. طب احنا دلوقتي يا عم جو نحلق ازاي حلقه تكون حلال؟ ايه الحلقه الحلال اللي احنا المفروض نحلقها؟ بص الشيخ عثمان الخميس قال في الحته دي ان ما يبقاش في فرق ملحوظ ما بين الجناب وما بين فوق، يعني ما تبقاش عامل تدريجه في الجناب كده بقى على الزيرو والنص ومش عارف ايه وكلام من ده وسايب شعرك اللي فوق طويل جدا. لا، لازم يكون في تناسق ما بين الاثنين، بحيث اللي يشوفك ما يبقاش ملاحظ ان في فرق ما بين اللي جنب وبين ايه اللي فوق. وحتى لو شعرك قصير شويه بس انت برضو مدرج تدريجه ملحوظه وواضحه ومبين الجلد بتاع دماغك منها، برضو ده ايه ما ينفعش. وباذن الله وانا بمنتج هحاول احط لكم صور علشان ايه اوضح لكم الموضوع اكتر. يعني اتمنى اكون شرحت الموضوع بشكل كويس وتكونوا فهمتوني، واتمنى تشيروا الفيديو ده يا جماعه، وحتى يعني تقصوا الحته بتاعت القزع دي وتنزلوها عندكم، فاهم؟ بحيث ان احنا نفيد بعض ونفيد اصحابنا واخواتنا وكده. ولو اي حد عنده اضافه الكومنتات مفتوحه، واتمنى برضو اسمع رايكم في الفيديو. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك علشان عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. ولو انت لسه جديد في القناه ولسه ما اشتركتش لحد دلوقتي اعمل سبسكرايب علشان عايزين نوصل 20000 مشترك في اقرب وقت. وهتلاقوا كل لينكات حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت في الديسكريبشن، لو عندكم اي حاجه عايزين نتكلم عنها يعني ابعتوها لي هناك. ولو انت من الجامدين اللي بيكملوا الفيديو لحد الاخر انزل قول لي في الكومنتات نعيما وانا اقول لك انعم الله عليك. وبس كده يا جدعان، لو حد يعني ايه معاه فلوس مش عارف يوديها فين وعايز يبعتها لي يكلمنا على الانستجرام. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. سلام. بنت حلوه وعجباك، هخليك
تلمح لها وتفتح معاها كلام بسهوله جدا وبطريقه كرييتيف كمان. بس قبل ما اقول لك الطريقه، خش في الكومنتات واكتب لي اجمد طريقه كرييتيف انت شقطت بيها حد، وانت كمان قول لنا في الكومنتات طريقه كرييتيف انت اتشقطت بيها. المهم ما شاء الله عليك، يعني ده بقى يا جماعه مثال حي للامر بالمنكر والنهي عن المعروف. يعني هو جاي يعلم العيال طريقه الشقط، هي اكيد طريقه عبيطه، بس جاي كمان بيقول لهم جربوا المعاصي بتاعتكم بقى. انت بقى عرفنا بقى انت شاطر.